اليوم حبيت أجرب أفشل مشروبات بالعراق. صدق أو لا تصدق. السلام عليكم، كيف الحال شباب؟ عساكم طيبين وإن شاء الله بخير. فالمهم شباب، مثل ما شفتوا بداية الفيديو إنه اليوم حبيت أجرب أفشل مشروبات بالعراق. هسه تقول لي رونا أنت شلون شربتهن وشلون شفت المشروبات مو حلوة؟ تريد تعرف؟ كمل الحلقة للنهاية. الله وكيل كم طعمهن كلش مو حلو، بس طلعنا كم واحد من عندهم طعمهم كلش طيب. مشروبات فيطي الله وكيلك، شلون سووهن والله ما ادري. فالمهم شباب، قبل لا نبدا بالحلقه، بذيك الحلقه طلبت من عندكم 30,000 لايك، وصلتوا لنا 35,000 لايك. نقدر نوصل هاي 40,000 لايك؟ لا والله شوفها صعبه، ما نقدر. انت بس اضغط لايك واحنا راح نوصل، بس اضغط لايك، واللي ما مشترك خليه يشترك، لان ما بقى لنا شيء على المليون. بالمليون راح تشوفون احتفاليه الا نار. فالمهم شباب، والله العظيم بعد هذا الفيديو راح انزل شيء يخص المتابعين، فلذلك ضيفهم هذا حساب انستغرام، وراح انزل لكم هناك ستوري ايش ما ادري اسئله او اكلات المتابعين او شيء يخص المتابعين، فضيفني بحساب الانستغرام. خليك متواجد، خليك متواجد. اوكي شباب، ما اطول عليكم بالمقدمه، ولا تنسون 40,000 لايك اذا تحبون هيك تجارب وتحبون هيك سلاسل. 40,000 لايك والله صعبه ما نوصل. فالمهم شباب، هسه خلنا نعرفكم على المشروبات. واذا انت مجرب هاي المشروبات اكتب لنا بالتعليقات وش قد تقيمهن، واذا ما مجربهن خمن تقييمي، يعني قبل لا اقيم انت قول هيك تقييمك قبل لا اقيم وبس. والله شباب هسه نعرفكم على المشروبات، لا حد يقول لي طيبات. السلام عليكم، عندنا اعلان صغير وبعدين نبدا بالحلقه. طبعا جبت لكم مصمم الا يفلش ويصمم كل المنصات التواصل الاجتماعي، سواء كان يوتيوب انستغرام كل شيء يصمم، فتلقون حسابه بالوصف وقولوا له من طرف روني وبس. والله خليكم ويا الحلقه. اوكي هسه نبلش بالمشروبات. عندنا اول واحد، هذا بالجزء الاول ما شربناه ولا ضقناه، طول حياته ما ضايقه هذا، فاليوم نذوقه. ثاني واحد، ثالث واحد، رابع واحد. طبعا هذا اللي طلعتهن انه جايبين لي اياهن نفس الشركه بس غير طعم، افتهمتوا شلون؟ اي افتهمتوا، يلا. خامس واحد، سادس واحد، يعني هسه من اشربه صار قوي. اوكي سابع واحد. اوكي ما راح اقولن، انتم مو حسبوا، خاف تقولون علي كذاب. هن المشروبات جبتن 11 واحد، وذيك الحلقه جبنا 12 واحد، يعني بعد كل ما ننزل من هاي السلسله ننقص مشروب واحد. المهم ثامن واحد، استحملونا شويه. رقم 9، رقم 10 ورقم 11. يا رب يطلعن حلوات. اوكي شباب، هسه مرحله التذوق، وانت يا عزيزي المشاهد اذا ضايقن هذين المشروبات اعطنا تقييمك بالتعليقات، واذا ما ضايقهن خمن تقييمي بالتعليقات، يعني قبل لا اقيم حط لك رقم بالتعليقات، ايش مدرك يطلع صحيح، واذا طلع صحيح يعني واذا. فالمهم شباب، ادري المقدمه صارت طويله، اطول مقدمه باليوتيوب، انه ارجع واقول هذا الفيديو لا اعلان ولا اي شيء، فقط انه حبيت اجرب مشروبات انا ما مجربهن. اوكي خلينا نبلش. شوفوا خلينا نقرا المحتويات مالته قبل لا نشربه. المحتويات تقول لا تنسى تحط لايك. اوكي، ماء وسكر ومنظمه للحوض، يعني شنو سابي حوض وكاتبين حامض، هسه مبين اسم الحموضه ما بي. اوكي هسه اول مشروب. حموضه بي، حموضه بي. المهم نقول بسم الله ونجربه. بس ماي، والله العظيم يشبه الماي، بس ماي وحموضه، حتى غازات ما بي. ماي وحموضه الله وكيلك. زين السكر وين؟ بس اريد اعرف، وهم اسم السكر ما بي. تضحكون علينا انتم شنو؟ هم كاتبين ماء وسكر وحموضه، يعني هذا طعمه ماي وسكر وحموضه، يعني بس سؤال شلون اخترعته هذا؟ اوكي نقيم هذا المشروب 2 من 10. ما انصحكم به، والله العظيم ما انصحكم. طبعا هذا المشروب يفيد بس للاشخاص اللي ما يشربون غازات، هذه يفيدكم. اوكي شباب هسه نجرب المشروب الثاني، وهذا المشروب بطعم التوت والليمون. طبعا كالعاده راح نشوف يا اما طعم التوت او الليمون، مستحيل موجودات اثنيناتهن، مستحيل. الله على اللون، الله هو هذا يا لون. اوكي شباب ايش قد تتوقعون اقيم هذا المشروب؟ لا مبين حلو، بسم الله. والله العظيم حلو، والله حلو، والله حلو وطيب. لا هن اثنيناتهم نفس الشيء. شوفوا شباب، هو حلو من ناحيه الحموضه ومن ناحيه طعم التوت، طبعا هذول اثنيناتهم موجودات، بس ليش احسه كأنه دوا كحه بنهايه الطعم، كأنه تحسه دوا كحه، ما كأنه مشروب بيه غازيات وبيه سكر، كأنه دوا كحه، بس هو حلو، حلو. اوكي شباب نقيم هذا المشروب الثاني 7 من 10، لانه ما بيه دوا كحه قيمته 10 من 10. اوكي شباب هسه المشروب الثالث بطعم الليمون والنعناع. والله بيه ريحة نعناع، بس الليمون ما قاعد اشمها. بسم الله. شنو هذا؟
بس مياه غازية الله وكيلك، لا ليمون ولا نعناع. يا معودين وين الليمون وين النعناع؟ لعادة مو كاتبين. شوفوا ايش كاتبين، المكونات مياه غازية، مياه غازية بي شوية، مو هذيك المياه الغازية. هي اكثر شيء حلي المياه الغازية. نكهة الليمون، اسم الليمون ماكو، حامض حموضة ما بي. شوفوا هنا بالمكونات ما جايبين اسم نعناع، يعني فقط بس بالليمون. اما الدور هيك الكارتون شوفوا ايش كاتبين، ليمون ونعناع. والله العظيم يضحكون علينا يضحكون علينا، لا اقول ولا تقولوا لي. عمي بس مياه غازية الله وكيلكم. اقيم هذا المشروب 0 من 10. قولوا ليش؟ لان ضحكوا علينا، لا نعناع ولا ليمون. من الله يطيح حظكم والله، هو هذا المنتج العراقي. اوكي شباب ننتقل للمشروب الرابع. شباب على فكرة هذا وهذا وهذا ايش قد صار؟ ثلاثة نفس الشركة، وعندنا واحد لاخ هم نفس الشركة، يعني من بينات هذين كل مو حلوات. يعني اذا اقول هذا مو حلو هذا مو حلو، ليش؟ لان كل نفس الشركة. لو اعرف اسم الشركة اللي يعرفه خليه يكتب لنا بالتعليقات. صنعوا عادل يا اخي، لو تصنع لو ما تصنع ما تصنع. حلو والله كذب مو حلو. شباب هذا الطعم نفس هذا الطعم الله وكيلك. شوف بس مياه غازية وحامض وسكر، وهذا هم نفس الشيء. بس يا اخي الالوان مالتهم كلش حلوة، اما الطعم ما اسولف كم عليه. شنو هذا ريحته؟ والله مو حلو من ريحته. بسم الله. عن ام الحالة يا ولد، الصوت بيه ما ادري الصوت باخواني. والله العظيم بعد اي شيء عندي فيديو باليوتيوب انا اروح اسوق. يعني جايبي لي كله من هاي الشركه، شو اسوي بيها؟ والله ارجع واقول بس مياه غازيه وسكر. بس قل لي وين الطعم؟ احنا نريد طعم، الطعم بالموضوع وين؟ ماكو اي طعم، لا ليمون لا نعناع، بس ماي وسكر. شو اسوي بهالحاله هسه انا؟ اوكي قيم هذا المشروب 0 من 10. والله العظيم ولا حلوات. طبعا عندنا اخر واحد من نفس هاي الشركه، والباقيات كل المختلفات. فخلينا نجرب هذا شلون ما كان وننتقل للباقيات. حلو هذا بطعم، واخيرا لقينا مشروب بطعم. هذا طعمه بالتفاح. خوش معلومه والله. ريحه تفاح مبين حلو، ماطول بيه طعم مبين حلو. بسم الله. شو هذا؟ ما بيه طعم. لا والله حلو وطيب وبيه طعم. فلذلك نعطي تقييمنا لهذا المشروب 9.5 من 10. يراد له بعد شويه سكر. يا اخي انت صاحب الشركه رحمن والديك، ضيف شكر ضيف سكر وضيف طعم بعد، ضيف طعمين يرحم امك. اوكي شباب 9.5 من 10. واخيرا تخلصنا من عكندر وحن شركه السيئه هاي. مثل ما قلت لكم اي واحد يعرف اسم هاي الشركه خليه يكتب لنا بالتعليقات، اذا ما انزل عليهم دوس ونص. اوكي شباب المشروب السادس. شنو هذا لونه؟ لا يروح بالك بعيد، هسه اقرا لك المكونات ولا يروح بالك بعيد. نكهة الشامبين. شنو هذا الشامبين؟ من جايبينه؟ وين طعمه صاير هذا؟ وسكر وحموضه بيه. هذا المشروب اللي يفتح النفس والله العظيم. بس طعمه شنو؟ طعمه ذهبي. هذا بس ما الطاقين وسعره 1000 دينار. اوكي هسه نجربه ونقول بسم الله. والله مو حلو. عباكم قلت لكم حلو. شنو السالفه؟ شو كل المطيبات؟ والله العظيم ترى ما جاء من شو كل المطيبات. تحس المشروب عباره عن مياه غازيه، اسم الطعم ما بي. والله العظيم هسه من ارجع حايب بالكاميرا اكو واحد يقول لي ليش؟ انه انت بس شوف لي لونه وبس شوف لي الغلاف مالته، اللي يشوفه يقول هذا سعره 5000 دينار ب 10000 دينار، هو سعره 1000 دينار. سعره 1000 دينار ومو حلو. اوكي شباب نقيم هذا المشروب 3 من 10. شو ريحته طيبه، شو من تذوق الطعم مالته مو طيب. الله العظيم قاعد يضحكون علينا صوتي. الله صوتي اسوي هاي التجربه بعد ولا اسويها. اوكي شباب ننتقل للمشروب اللي بعده. شباب بس سؤال، هذا ايش قد سعره يمكم؟ هذا باي محل موجود ايش قد سعره؟ يعني شوف هذا القزم باعله، هذا القزم هذا باعله سعره 1000 دينار. على شنو 1000 دينار؟ دي الله ايش مدرك طعمه حلو. اوكي خلينا نذوقه. شباب هذا بطعم البطيخ، ما طول بطعم البطيخ. اعطيه تقييم 10 من 10. اموت على البطيخ، طعمه بالبطيخ وبالتفاح. حبيت والله العظيم. انا بس كاتبني شنو هاي الدعابل اللي بيه؟ ثلج. هذا شلون حبيبات؟ ولك بيه بعد. خلاص عاد خلاص. اوكي شباب والله العظيم مبين حلو.
من ريحته، الله وكيلك من ريحته، بطعم البطيخ والتفاح. اوكي خلينا نذوقه ونشوف يستحق التقييم 10 من 10 لو لا. بسم الله. اها شوفوا شباب، هذا اللي ببطنه تشنه مال حبيبات. شنو هذا؟ اتوقع يا عزيزي المشاهد شنو هذا؟ يلا توقع. هذا بطيخ، يعني تخيل حاطين لك طعم مال بطيخ وبطيخ. وين لاقيها؟ عد يا شركه لاقيها. يا اخي والله العظيم طيب، خاصة هذا اللي يشبه حبيبات، طعمه كلش حلو واتكت لك ما بيه غازات، هو هذا اللي نريده، فلذلك يستحق تقييم 10 من 10. وانصحكم بيه والله العظيم، لا بيه غازات وما بيه اي شيء يخص الغازات. المفروض 2000 3000 دينار 5000 100 مليون، شنو السالفة؟ صدق كذي. والله العظيم اخر مره لان طعمه كلش طيب. فالمهم شباب ننتقل للمشروب اللي بعده، والمشروب اللي انا منتظره، حرفيا انا منتظره، اللي هو عصير وسكنجبيل. اذا شفت بيه طعم سكنجبيل فهذا يستحق 100%، مو 10 من 10، 100%. بس اما ما بيه عصير سكنجبيل لا والله 0 من 10. بس ما ادري ليش عندي احساس انه طعمه حلو. اوكي خلينا نجرب. شنو هذا ريحته؟ كأنه دوه. ريحته ما تبشر بخير، فلا تبشر بخير ريحته. اوكي شو ما بيه غازات هو. المهم خلينا نجربه. بسم الله. دوا هذا؟ شنو هذا؟ بالله العظيم ولا طيب. يعني هذا عصير سكنجبيل؟ انا شايف السكنجبيل الا يفلش. يمكن انتم مضايقين السكنجبيل، بس هذا معقوله سكنجبيل؟ لا والله هذا سكنجبيل من باب الشرجي. صدق كذب وينك ولا سكنجبيل انت؟ اتكت لك ريحته مو حلوه وطعمه ولا حلو. لو اعرف المكونات مالته ارتاحيت. بضيف لك عسل وعصير. اوكي شباب نقيم هذا المشروب من 100 الى 100 الى 0 من 10. يا اخي والله من شوفني يا اخواني قلت لا هذا راح ياخذ اعلى تقييم بالمشروبات، اشوف هذا 0 من 10. ما انصحكم به، حرامات تذبون فلوسكم عليه. سؤال شباب، اذا مجربين هذا المشروب اكتبوا لنا بالتعليقات وش قد تقيمونه، فلا حلو. المهم شباب المشروب الثامن، المشروب الثامن بطعم الليمون. تعرفون ايش قد انا احب الطعم الليمون؟ لو بي طعم ليمون شويه لا والله هذا ياخذ اعلى تقييم، بس اعطيني طعم ليمون شويه ارجوك. نجرب ونقول بسم الله. يا اخي شنو هذا الطعم؟ والله العظيم طعم كأنه دواء. يعني شوف عزيزي المشاهد كاتب لك المكونات حامض ومياه غازيه، مياه غازيه بي، بس الحموضه وين؟ الحموضه وين؟ اسم الحموضه ماكو. والله العظيم افشل مشروبات جربتها لحد الان، هن ذني افشل مشروبات. اوكي شباب نقيم هذا المشروب 0 من 10. والله 0 من 10 وما انصحكم به. اوكي شباب عندنا القوطيه اللي وراها اللي هي تايجر. يعني شوف هنا ايش قايل لك، اذا تشربها ايش صير هذا الوحش الاحمر، واذا ما شربته ما صرت وحش الاحمر. 0 من 10 من هسه. لا اوكي الشاقة. ما شاء الله ريحته ترد الروح. ايش شلون ذاك ريحته ترد الروح وطعمه مو حلو، فلذلك لا نصدق شيء من الريحة. بسم الله. هسه هذا اللي يقول طعمه حلو هو هذا اللي يستحق 10 من 10. والله العظيم طعمه كلش طيب. يمكن هذا المشروب الواحد اللي بيه غازيات اخذ اعلى تقييم، اما ذنيتشه كله 0 من 10 وكله 1 من 10. كل المطيبات ذنيتشه البيه المياه غازية، فلذلك هذا ياخذ 10 من 10. والله حلو، بس نسيت شغلة واحدة، انه ما صارت وحش الاحمر. لعدل من حاطين هذا. شوفوا هذا المشروب شغلة واحدة بيه حلوة، اللي هو مشروب طاقة، فلذلك انصحكم بهذا المشروب والله العظيم خير من هذا المشروبات ويع بعد ولا اشتري من عندهن. المهم شباب المشروب اللي بعده اتوقع تايجر بس غير نوعية. اذا نفس النوعية هم ياخذ 10 من 10، بس اذا مو نفسها لا والله ياخذ تحت الصفر. المهم هسه ما علينا، خلينا نجرب هذا ونشوف تقييمه ونشوف طعمه الحلو. يوم جربت انا. بسم الله. تفضل كأنه دواء. عاد ليش اغلبية المشروبات كأنهن دواء؟ بس اريد اعرف شنو السبب اللي خلاهن هيك مشروبات تشبه الدواء؟ شنو السبب؟ الله وكيلك ولا حلو. بس سؤال، من جايبينه الي؟ مشروب طاقة دايت. هذا مشروب طاقة
يعني كل عقلك هاي القوطية تسوي عندي طاقة؟ والله ما ده هيك قوطية تسوي عندي طاقة. فالمهم شباب ما انصحكم بهذا المشروب وياخذ 0 من 10. والله يمكن افشل مشروبات جربتهن بهذا الفيديو. عندنا 2 طلعا طيبات، بس 2. المهم شباب اوكي ما كان غرض بهاي بعدين نلمها. المهم شباب اخر مشروب اللي هو الشراب شعير بنكهة الخوخ. خوخ شنو ريحتها؟ الله وكيلكم الريحة ما تبشر بخير. اوكي هسه انا شو ما زيني والله العظيم بعد ولا سويت فيديوهات. المهم شباب بالله خلينا نجربه ونعطيكم تقييمه. ابو عمري ما جربت هذا، الله وكيلكم ابو عمري. بسم الله. يعني ابو هيجي مشروب، الله وكيلكم اسم الخوخ ما بي مشروب يسحب هسه هذا. والله العظيم لو شام من ريحته، من ريحته ما تجربونه الله وكيلكم. اما الطعم مالته والمعده مالتنا عدها لسان كا حكت كا قالت انقذوني من هذا المشروب. المهم شباب عود انا قلت هذا المشروب يطلع حلو، شي ما مجربه بعمري وحياتي، طلع انقص مشروب. 0 من 10. وبس والله شباب لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى عجبتكم هاي الحلقه الخفيفه اللطيفه. اتوقع ما راح تطلع حلوه، بس سبق وان قلت انه انا احب اشياء جديده بالقناه، لاول مره اجربها. هي هاي غايتي من الفيديو، اجرب اشياء جديده بالقناه. فالمهم شباب لهنا وصلنا شنو هذا؟ فالمهم شباب لهنا وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى عجبتكم الحلقه. كان وياكم روني، نشوفكم فيديوهات جديده وفيديوهات اقوى. علي من المشروب ما ادري اسوي معدته، الله وكيلك من شربته معدتي اتفخت وبس والله. وش هالحالة هذه اللي انا عايشينها يا رب؟ وش هالحالة هذه؟